بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل كده وصفة خفيفة مع بعض، يعني تفكري ولا تحتاري، حاجة جميلة جدا ممكن تعملها بسرعة وسهلة وبسيطة. هنعمل كده الرز المبهر أو الرز بالخلطة أو الرز الأصفر المصري. هنبدأ كده بالمقادير كده مع بعض. انت كده عندي فلفل مع توم، هاضربه الأول كده في الخلاط يا بنات مع كوباية مَيّة. الطريقة دي سهلة وبسيطة، طبعًا أنا متعلماها من حماتي ربنا يصلح حالها يا رب. طريقة سهلة وبسيطة جدًا. كده هابدأ أعمل الفلفلة مع التوم في الخلاط. جميلة جدًا يا بنات ومش مكلفة خالص وكل مقاديرها طبعًا موجودة في البيت. هابدأ أنزل كده بأول حاجة بمقلعة سمنة على البوتاجاز مع مقلعة زيت. طبعًا أنا باحب السمنة في الوصفة دي كده، الوصفة دي يا بنات بتدّي طعم جميل أوي للرز وبتبقى جميلة. أنا عن نفسي يا بنات لمّا باعمل الوصفة دي باحب آكل الرز كده لوحده من غير أي حاجة، بس أنتِ طبعًا ممكن تاكليه جنب أي حاجة، تاكليه جنب كفتة، جنب فراخ مشوية. هنعمله كده مع بعض. هابدأ كده أسيّح السمنة، وبعدين أنزل بقى بالبهارات يا بنات. ده كركم، كاري، قرفة، مكعب ماجي، فلفل، 7 بهارات. أحمّص البهارات كده مع بعض يا بنات. في طريقة تانية اللي هي بالبصل هنبقى نعملها مع بعض، الفيديو الجاي بإذن الله، فيديو تاني كده بإذن الله إن شاء الله. غير كده هانزل بالزبيب، طبعًا لو عايزة تحطّي زبيب مش عايزة تحطّي براحتك. كده هاحط فص حبّهان بيدّي نكهة جميلة جدًا للرز. وطبعًا لو عندِك قرفة خشب تبقى جميلة برضه، أنا حطيت قرفة بودر كانت عندي، حطيت مكعب المرقة ده. وصفة سهلة وبسيطة يا بنات، يالّا يا ريت تشجعوني كده وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة. كده أنا هابدأ أحمّصها شوية، مجرد بس ما أشم ريحة البهارات هابدأ أنزل بالمَيّة والفلفل والتوم اللي أنا عاملاهم في الخلاط. جميلة جدًا يا بنات الطريقة دي بجد جربوها روعة. هابدأ كده أقلّب وأبدأ بقى أحط الملح اللي أنا عايزاه. طبعًا بقى هنا لون المَيّة، طبعًا ما أنتِ عايزة تخلّيها فاتحة تخلّيها غامقة بتبقى تزوّدي كركم، هو اللي بيضبط اللون معاكِ. كده أنا هابدأ كده أسيبها تغلي غلوتين، هابدأ أنزل بالرز. كده أنا غاسلة كوبايتين رز على قد الكمية اللي أنا عايزاها. هابدأ كده أعملها معايا، وبعد ما أحط الرز بقى طبعًا وأضبّط الملح بتاعه، هاتعامل معاه بقى زي طريقة الرز العادي خالص، أكني باطبخ رز عادي خالص، وهتطلع معاكِ النتيجة جميلة وهيطلع مفلفل وحلو. هنشوفه دلوقتي كده مع بعض، وهاسيبه بقى أمّا ينشف هاوطّي عليه عشان يكمّل سِوَى. كده بقى معايا بالشكل ده كده يا بنات. استنى أمّا أعمل لكم الإضاءة بالشكل ده أهو. آه، شايفين بقى لونه يا بنات؟ كان طالع مفلفل وجميل، كان طعمه روعة. بجد أنا باحبه بالزبيب جدًا يا بنات، يا ريت تجربوه. كده أنا كنت عاملاه مع فراخ مشوية وبطاطس. بالشكل ده كده أنتم ممكن تاكليه بقى مع كفتة أو فراخ مشوية على الفحم، بتبقى طعمه جميل جدًا. أنا عن نفسي باستغنى بيه كده، بس هو طبعًا جميل وتحفة، ويا ريت تجربوه، ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. يالّا يا بنات يا ريت تجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في فيديو